مساء الخير. النهارده جاي اتكلم معاكم على 3 حاجات مهمين، 3 مواضيع مهمين جدا. اولا، علشان تخش القسطة او تشتري اي شقة لازم في دوكومنت امبورتانت اسمه لابريتسا. لابريتسا ده عبارة عن دوكومنت بيعمله انجينيري او جيومترا بروفيسيونيست، بيكتب فيه كل التفاصيل بتاعة البيت او العقار. هل عليه مديونيات؟ هل سعره كان بكام في الأصل ونزل كام مرة في المزاد؟ أو لو مش في المزاد صاحب البيت بعرضه بكام وهو بسعره كام أصلا. فاحنا نركز دلوقتي على المزاد. بيتراوح مثلا كان ب100 أو ب150، وهل نزل بقى ب50,000؟ نزل كام مرة في المزاد؟ وكل مرة في المزاد بينزل 25% تخفيض. يعني أول مرة لو ب100 هينزل تاني مرة يبقى ب75,000. لو نزل تاني برضه هيبقى ب50,000 لحد ما يلاقوا له صرف ويبيعوه. دي اسمها لابريتسا قلنا عليها، وبيتكتب فيها جميع المشاكل اللي موجودة أو المديونية لصاحب البيت كان المفروض يدفعها صاحب العقار، سواء من الحي عليه عمل تكسير في الحيطان وما عملهاش مثلا بدوكومنت من الكومونة، من الأوفيتشو كاتاستالي للكومونة. ففي اونري يعني غرامات لازم تدفع مكتوبة، كل حاجة بالتفصيل مكتوبة. زي بتعمل فحص العربية فكل حاجة مكتوبة هتدفع ايه. فالمفروض اي واحد لازم يخلي باله من البريتسا دي اللي مكتوب فيها كل حاجة زي ما قلنا. الحاجة التانية ان سيادتك لازم تروح تشوف وتعاين العقار او البيت اللي هتشتريه. او لو ارض، بنقول ان الارض دي هتتعمل مباني، هل فعلا هتتعمل مباني؟ مكتوبة برضو في البريتسا على فكرة كل الحاجات دي. وانا اللي هوضح لك واشرح لك كل التفاصيل اللي موجودة في البريتسا. كل بيت او كل عقارة بتاع بيبقى انا اطبعها واشرح لك كل اللي فيها عشان تبقى مطمن. يعني هل في عليها مثلا برضو اسبيزا كوندومينيالي من المنستراتوري؟ هل المنستراتوري عمل اجتماعات في الفترة اللي فاتت مع السكان وهيعملوا شغل في العمارة؟ فانت لما بتروح تشتري بتلاقي نفسك وقعت في مشكلة كبيرة، ان انت بيقول لك هنعمل شغل كابوت في العمارة ومفروض تدفع 30,000 يورو. فمشكلة كبيرة، فانت لازم تخلي بالك من كل المواضيع دي. انا بقى اللي هبتدي اوضح لك كل الامور دي. طبعا بعد كده طبعا قلنا رقم 2 ان انت تروح تعاين البيت او الشقة، لازم تشوفه بعينك. بخبرتي انا بقى كجيومترا بوري لك ايه العيوب اللي في البيت، وهل ليها حل تتصلح؟ طب هتتكلف كام تصليحها؟ طب ملهاش حل بلاش منه البيت كده. كل الحاجات دي انا بقى اللي هفيدك برضو فيها. يبقى اهم نقطة، تاني نقطة اللي هي المعاينة، لازم نعاين العقار ده او الارض او اي شيء. تالت نقطة برضو مهمة جدا جدا، ان انت بتخش على حاجة ما انتش متوقع المصاريف اللي ممكن تدفعها. انت متخيل البيت ده مثلا ب100 او ب50,000 مثلا، وهتخش في المزاد هتقعد تزيد في المزاد. مش عامل حسابك، انت عامل حسابك ان انا البنك عامل لك موتوة ب150,000، البيت اشتريته ب150. طب المصاريف، في مصاريف هتدفع ضرايب، بس ما تخافش، الضرايب الدولة طالما انت اول بيت لسه بتشتريه الدولة بتدفعك مبلغ وقدره مثلا 0,25 يعني من المية، يعني حوالي مثلا 250 لو انت ب100,000 البيت. والنطايو، النطايو ده زي وكيل النيابة عندنا في مصر، بيقعد بيكتب كل المتعلقات بتاعت الشقة وينقل الملكية من المحكمة، أو لو اللي هي بتشتريه من شخص معين بيبيع بيته بينقل لك الملكية ليه هو ليك انت يعني، وبتدفع له من 1500 ل 3000، ما بيقلش عن كده يعني. الحاجة التانية برضو في شوية مصاريف تانية للبنك، في مصاريف ليا، في كذا حاجة بندفعها. الإجمالي بتاع كل المصاريف دي لازم تتوقع من 10 ل 12,000 يورو. يبقى أنت تعمل حسابك لو أنت هتشتري بيت، عارف إن أنا مثلا جبت لك الموتوة، لأن أنا برضو هجيب لك الموتوة بتبقى تشينتو برتشينتو. فلو مثلا البيت ب120 بجيبها لك ب150 علشان تقدر تدفع المصاريف اللي عليك بعد كده. وممكن يتبقى معاك 10 15 20 انت وحظك بقى توضب بيهم اي حاجة في البيت.
فكده فهمني. يبقى 3 نقط مهمين جدا. اول نقطه زي ما قلنا لا بيريتزا اللي مكتوب فيها كل تفاصيل ومشاكل البيت او حاجه، او لو صاحب البيت ده هد حيطه، بنى حيطه، ممنوع، فده غلط. الحاجات دي لازم بيعمل تصريح من الحي اللي هو ساكن فيه ان انا ههد او هفتح باب او يسد باب. فنخلي بالنا من الحاجات دي عشان ما تقعش فيها وتدفع غرامه. تاني حاجه معاينه العقار، باخدك ونعين العقار. تالت حاجه ان احنا برضو بنشوف ايه المصاريف اللي هتدفع، في حدود كام المصاريف الاجماليه. يبقى عندنا المصاريف الاجماليه دي في حدود 10-12 الف. اتمنى كده اكون افدتكم، ولو في اي استفسار اتصلوا بيا. انا دايما على الواتساب او على تيك توك او على الفيسبوك على صفحتي. فخليك معايا دايما بتكسب، معايا بتربح. شكرا.